أن يرشحوا ويشاركوا في الانتخابات أو في الحكومة أو في الدولة بدون أمر ولي الفقيه الذي رفض أن يقول لك يؤمن به أو لا يؤمن، لم يجاوبك. رقم واحد. رقم اثنين، يتكلم عن تلفزيون المنار والعالم. هنا 50 تصريح رسمي إيراني من شهر 2 إلى شهر 9. 50 تصريح من وكالة أنباء فارس والوزير الخارجية وآيات الله في سبا وشتما في العائلة الحاكمة في النظام البحريني، ومناصرة للثورة الطائفية في البحرين، وتهديدا للنظام السعودي بالتدخل في البحرين. النظام السعودي أصبح محتلا البحرين بينما يناصرون الاحتلال في العراق. هم حزب الدعوة الذي قام بالثورة بما يدعى بالثورة في البحرين يحكم تحت حراب الاحتلال الأمريكي في العراق. نفس الحزب، هو نفس الحزب، هناك عراقي وهنا بحريني. وهؤلاء يقولون للنظام السعودي ودرع الجزيرة إنه احتلال على البحرين. هذا موضوع يجب أن يعرفه الشعب العربي الذي قابل بعضه هذه الجماعة في القاهرة. وكذبوا أكاذيب، نشرت مواقعهم أكاذيب عن المصريين عندما قابلوهم في القاهرة. جميل. مصريين رفضوا طائفيتهم وتبعيتهم لإيران، جاءوا وكذبوا على لسانهم الأكاذيب، وصار واحد وراء الثاني. مركز الأهرام للدراسات أخرجت تكذيب لما نشرته الوفاق. سليم العوا تكلم اليوم وكذب ما قاله الوفاق عن لسانه. ومعظم من ذهبوا لزيارتهم في القاهرة جاءوا الجماعة إلى القاهرة يكذبون. نحن أول من وقف في المظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي للعراق، والجماعة أول من أخرجوا تهنئة في الصحافة معلنة باصطياد صدام حسين بعد احتلال العراق. جميل جدا، نقطة مهمة جدا. لا 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 أجيب على رسالة. نعم شاهد. نعم للمشاهد العربي، بس إذا تخليني. البحرينيون لماذا يرفضون الاستفتاء؟ أي إنسان عربي هذا الطاغية أن تحتضن هذه الشخصية الضيفة، هذا الطاغية صدام حسين، وتفتخر به والله هو من كسر رأس إيران، وهو من استطاع أن يتصدى لإيران. هذا الشخص استطاع أن يجرعهم سما.